اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين والطاقه الايجابيه والنشاط والحيويه على احلى واجمل اخوات في الدنيا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يوم جديد بطاقه ايجابيه جديده وروتين تحفيزي جديد وكمان نشاط وحيويه جداد مع بعض. حبايب قلبي، الفيديو النهارده كله في قلب المطبخ. هنعمل حاجه كده مع بعض النهارده توفر علينا وقت ومجهود لأيام جاية كتير. يلا بينا نخش ونشوف الفيديو، ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ايه. بس قبل ما نروح على الفيديو او احكي اي حاجة، لايك وشير. وكمان لو اول مرة تشوفي قناتي، اتمنى ان انت تشتركي معانا في عيلتنا الصغيرة، تكمل بيكي فرحتنا. ويلا بينا على الفيديو. اختي القروبة قالت لي يا نهى، شيلي الممبار بتاعك مستوي في قلب الفريزر، اعمليه كله مرة واحدة وسويه وشيليه في قلب الفريزر. قلت لها معقولة اشيل الممبار مستوي في قلب الفريزر؟ قالت لي ايوه، هيوفر معاكي وقت ومجهود، وكمان هيطلع معاكي اكنه لسه معمول حالا. فقلت يلا نجرب النهارده معانا كده وصفة اختي القروبة ونشوف هنعمل الممبار مع بعض ازاي. اول حاجة كده جايبة الممبار بتاعي من قبليها بيوم. طبعا انا جايباه متنضف من عند الجزار، بس مفيش مانع ان احنا نعيد عليه تنظيف زيادة اطمئنان. مهما كان الجزار بينضف لك الحاجة ما بتكونش زي ما انتي تكوني منضفاها. نضفته كويس وقطعته طبعا المقاس اللي انا عاوزاه، وكمان اللهم صل على النبي، نقعته بميه بخل وليمون وملح. طبعا محلول النقع اللي انت عايزاه، وبحط عليه كمان معلقه دقيق، وبحط عليه كمان جنزبيل بودر. لو عايزيني انضف معاكم الممبار وتشوفوا طريقه نقع وغسيل للممبار، اكتبوا لي تحت في التعليقات واحنا نعمله مع بعض ان شاء الله المره الجايه. بس انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، وقلت انضفه واغسله واسيبه بقى ايه. صفيته طبعا بالليل قبل ما انام، وشيلته متصفي على الرف في التلاجة، عشان انا عارفة ان انا هقوم تاني يوم الصبح هقوم عليه. يعني انا خلصت شغل بيتي وبعد كده هدخل اعمل الممبار بتاعي. حتى كمان اليوم ده كنت انا مجهزة فيه غدا. ما كنتش يعني هجهز الممبار للغدا النهاردة، علشان انا كنت جايبة كمية كبيرة معايا وعارفة ان هي هتاخد مني وقت. فما حبيتش ان انا اتعطل، يعني ايه، ما اقعدش فترة طويلة في المطبخ، وفي نفس الوقت كمان ما اتأخرش على ميعاد الغدا للولاد. فكان عندي غدا قبلها بيوم طبعا هسخنه للولاد. فقلت يلا النهارده اعمل الممبار واشيله في الفريزر ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي او طعمه هيبقى عامل ازاي مع بعض. اول حاجه زي ما انتوا شفتوا معايا كده، طلعت الممبار بتاعي من على الرف من على التلاجة، اديت له شطفه كمان محترمه كده، وسبته في المصفى يتصفى. وعندي كميه طماطم، وطلعت الفلفل الاحمر بتاعي من الفريزر، وكمان جبت كميه من الخضار. طبعا قطعت غسلتها برضو بالليل، يعني أنا غسلاها قبليها بيوم وسبتها في الفوطة تنشف للصبح. طبعا جبت كمية من البصل والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، وهبتدي ان انا اقشر البصل بتاعي واغسله غسله محترمه برضو، واجيب الكبه بتاعتي بقى وافرم البصل بالفلفل الاخضر بتاعي. عندك فلفل احمر حطي، ما عندكيش طلعي فلفل احمر اللي احنا مفرزينه مع بعض من الفريزر. طبعا حامي بارد بقى، كل واحده فينا على حسب ما هي مفرزه حاجتها يعني، او بتحب حاجتها ايه. انا بحب المحشي بالذات، اي نوع محشي بحبه ان هو يكون حراق سيكه. فكل واحده فينا على حسب ما بتحب. فيلا بينا بقى نفرم البصل بتاعنا فرمه محترمه كده، وكمان معاه الفلفل الاخضر اهوت هنفرمه. انا مش عايزه فرمه يكون ناعم قوي عشان ما ينزلش معايا ميه في الخلطه بتاعتي، وكمان في نفس الوقت مش عايزاه يكون خشن. تكون البصلايه بتاعتي باينه في صباع المحشي. يلا بينا بقى نتبل البصل بالفلفل بتاعنا الاول. ايوه، هنتبل البصل بالفلفل بتاعنا الاول، مش هنحطه على النار. هنحط ايه بقى؟ توابل. هنحط كمون، هحط فلفل اسود، هحط 7 بهارات، هحط بابريكا، هحط جنزبيل بودر، هحط حبهان بودر.
التوابل اللي بتحبيها حطيها. دي الحاجات اللي انا حطيتها. حطيت فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، 7 بهارات، جنزبيل بودر، حبهان، بابريكا. هي دي الحاجات اللي انا حطيتها. وطبعا ما تنسيش الملح، لان انا اليومين دول مش عارفة، بجد والله مش عارفة اليومين دولت بنسى ان انا احط الملح في الاكل ليه. بس يعني الحمد لله بفتكر على اخر لحظة، بفتكر على اخر لحظة والموضوع بيمشي معايا. يلا بينا بقى ندي للبصل بتاعنا بقى تقليبة كده بالتوابل، تقليبة محترمة اتنيني ادعك فيه كده. لو كمان ايديكي، انا ايديا كانت متعورة اليوم ده، فما معرفتش ان انا امسكه بايديا واتبل البصل بتاعي. طبعا مش تعصريه، لا تبليه، قلبيه حبة كويسين كده وسيبيه واركنيه، وروحي بقى اغسلي بقى كمية الرز المناسبة على قد كمية الممبار اللي موجودة معاكي. طبعا انا غسلت حوالي 2 كيلو رز تقريبا كده. فيلا حطيتهم بقى ايه على البصل بتاعي. طبعا انا لازم اصفي الرز بتاعي كويس، يعني انا تبلت البصل بتاعي وسبته، ورحت غسلت الرز بتاعي وسبته يتصفى، ورجعت بقى حطيته معاكم على البصل. وبعد كده هنزل بقى بكمية الخضار اللي انا محتاجاها على قد كمية الرز وكمية الطماطم. انا بحب الخضرة كتير جدا في قلب المحشي، بيديها طعم وبيديها ريحة وبيديها نكهة جميلة جدا. محشي يبقى اي نوع بقى من انواع المحشي. محشي يعني خضرة، خضرة يعني محشي. دي حاجة مقدسة عندي. بحب الخضرة كتير جدا في قلب المحشي، وبحب تكون الطماطم كمان او التسبيكة بتاعة المحشي، او يعني المحشي عامة يكون احمر. سواء ممبار بقى هحطه الطماطم بتاعته نية زي ما احنا هنشوف مع بعض كده، او اللي انا مسبكاها. بحب المحشي بتاعي احمر، مش احمر اللي هو يبقى حيض قوي ولا اللي هو يبقى ابيض قوي، لا بسيبه يعني ايه يكون محمر شويه، بحيث ان انا هنزل بالممبار بتاعي ده في ميه يكون هيبيض سنه. المحشي بتاعي العادي هنزل عليه بالشوربه بتاعتي هيفتح سنه، فانا بحمره سنه عشان اما انزل عليه بالميه بتاعته يكون ده اللون المناسب ليا، او اللون اللي انا عاوزاه، او اللون اللي انا بحبه. بعد كده بقى طبعا انا قلبت كل المكونات. جبت الطماطم بتاعتي، طبعا هي طماطم مستوية، فانا جبتها مخصوص للممبار بتاعي. وبعد كده بدأت بقى في قلب الكبة بتاعتي، في نفس الكبة اللي انا فرمت فيها البصل هفرم فيها الطماطم. مش عايزة افرمها في قلب الخلاط علشان خاطر ما يبقاش فيها مية كتير، وكمان خلاط بيبيض الطماطم قوي. فلو انت هتسبيك الطماطم عادي اضربيها في الخلاط، هتعمليها زي كده اضربيها في قلب الكبه. طب انا ما عنديش كبه، يعني هحط حبه صغننين جدا من الميه في قلب شفشق الخلاط بتاعك، وانزلي واحده واحده بالطماطم بتاعك عشان الخلاط بتاعك ما يقفش منك وتحتاجي ان انت تنزلي عليه ميه تاني، او ان انت محتاجه شويه ميه عشان الخلاط بتاعك يضرب الطماطم كويس. خلاص كده انا فرمت حوالي شفشقين من الكبة بتاعتي، ونزلت عليهم ب يعني جبت علبة صلصة كده. طبعا انا بجيب علبة الصلصة ديت صفيحة. لو انت عندك اكياس انزلي بكيسين، عندك برطمان انزلي برضو بالكمية المناسبة ليكي. وحطيت حبة من الفلفل الاحمر او هريسة الشطة اللي موجودة عندي اللي احنا مفرزينها مع بعض. قلبت بقى الخضرة بتاعتي بالرز بالخلطة بتاعت المحشي كلها. لقيت الطماطم بتاعتي شوية، فهضرب كمان حوالي 2 كبة من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل بقى عليهم بالزيت. وقلت يلا الزبيوتلا مش هتحوق معايا، يلا بقى انزلي بايدك. وخلاص نزلت بقى بايدي كده، قلبت كل المكونات. حطيت حوالي كوباية كبيرة من الزيت عشان تخلي الموضوع معايا سهل، وتخلي كمان حباية الرز معايا جوه مفرفرة كده وحلوة، وكمان تديها لمعة. وما اجي احشي الممبار بتاعي ما يقفش فيها، وكمان ما يبقاش ماسك وجامد كده تحدفيه في الحيطه يردلك تاني. لا، حبه الزيت دولت هتقولي ده الممبار كده كده فيه دهون وهيسلي، لا طبعا ده ما يكفيش ان انت تحطي كوبايه من الزيت كده علشان خاطر يفرفر معاكي كده، وحبايه الرز معاكي جوه تلمع وتستوي حلو جدا. نيجي بقى هنا للحشو. انا طبعا كل واحد فينا بتقطع على حجم على حسب يعني ما بتحب. انا قطعته بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، لانه كمان كان واسع جدا. جزار الدهوني واسع جدا.
يعني مش اللي انا بحبه، اللي هو وسط، هو كان واسع جدا. حتى الولاد وجوزي بعد ما شافوه قعدوا يضحكوا عليا: ايه الممبار اللي انت جايباه ده؟ والله مش قصدي، بس ايه، حصل خير. طبعا اما هينزل في المية هيصغر شوية وهنشوفه مع بعض. طبعا دلوقتي هو واسع جدا يا جماعة. انا بعترف المرة دي ان الممبار بتاعي واسع، بس هو سهل في ان انت تحشيه زي ما انت شفتي معايا كده. انا حشيته بكل سهولة ومش بملى الصباع قوي. ايه بقى، خلصت الكمية بتاعتي. طبعا نزلت على الارض، خلصت الكمية بتاعتي. اتبقى حبة من الممبار بتاعي، هسيبهم كده على جنب. اغسل بس الطبقين اللي موجودين معايا دولت وهشيلهم، اغسلهم طبعا مكان ايديا والطماطم والخلطه، وهشيلهم في قلب الفريزر. اجي اعمل اي نوع محشي ممكن اطلعه احشيه، او يوم اكون محتاره على اكل برضو ممكن ان انا يعني اطلع اعمل. انما ان انا اعيد ان انا اعمل نفس الحشوه تاني، طبعا الموضوع صعب عليا. ما عادش عندي طبعا طماطم ولا عندي وقت ولا مجهود ان انا اكمل الموضوع. طبعا وانت بتحشي بتكوني علقتي بقى ايه على الحله بتاعتك الكبيره ديت ميه عشان تغلي، عشان ننزل بكميه الممبار معانا. حطيتي ايه بقى في الميه اما غليت يا نهى؟ جبت طبعا ليمونه، وحطيت قرفه، وحطيت ورق لورا، وحطيت بابريكا، وحطيت بصل وجزر وطماطم. يعني اكني بالظبط بسلق لحمه. الممبار بعمله معامله اللحمه، وبحط قرنفل وحبهان. انا طبعا حاطه حبهان بودر في الخلطه، بس هحط حبهان فصوص، وهحط كمان واحده لومي. يعني جميع التوابل اللي انا بحبها نزلت بيها، وقرنفل. كل الحاجات اللي انا بحبها ديت بتديني نكهة جميلة جدا ونكهة مميزة. وطبعا بجيب ليمونة خضراء وبعصرها في قلب المية، وبسيب قشرتها كمان في قلب المية عشان تخلي الصبع الممبار معايا ابيض لونه فاتح كده، يعني ما يغمقش من التوابل اللي انا حطيتها معايا، او يغمق من بره. تمام كده يا حلوين. المية بتاعتنا غليت، نزلنا بالتوابل بتاعتنا وبالبصل والجزر والطماطم والمنكهات بتاعتنا كلها. هنزل بقى بالممبار بتاعي، هنزل بالكمية كلها، لان انا حاطة اكبر حلة عندي عشان اعمله كله مرة واحدة. ما يعني ما اقسموش على مرتين، عملته كله في حلة واحدة ومرة واحدة. فنزلت طبعا، هو مجرد ما بينزل في المية السخنة فالبوزة من اليمتين بيتقفلوا معاكي، فما تخافيش ان هو ينزل رز منك، او ان هو يفضل الرز بتاعه خالص. تمام كده اهو. بقول لكم ان هو من البستين بتوعه بيتقفلوا. طبعا هعلي النار لحد ما المية بتاعتنا او الممبار بتاعنا يغلي، وبعد كده ابدأ اهدي النار عليه عشان ما يفكش مني، وكمان يستوي براحته وياخد الطعم اللي انا عاوزاه. هنوارب بقى الغلطة، عشان طبعا اول ما هيغلي والنار عالية هيفور مننا على البوتاجاز. فاحنا في غنى عن الموضوع ده. طبعا برضو زي كل مره بنسى ان انا احط الملح، فبحطه في الاخر. عادي جدا ان انت تحطي الملح بتاعك في اول يعني ما بتنزلي من الممبار، لان ده رز يعني هيستوي معاكي بكل سهوله. طبعا سيبته بقى حوالي ساعه كده، او ساعه الا 10 دقايق يستوي. كان استوى. هبدأ بقى ان انا اطلعه بالسبيتلة بتاعتي او المقصوصة بتاعتي كده، واشيله على الطبق المفروض اللي عندي ده. طبعا عشان انا هبرده خالص، وبعد كده يعني ما يبرد خالص هشيله بقى في علب، وهشيله في قلب الفريزر علشان خاطر اشوف نتيجته في الاخر هتكون ايه. طبعا طبعا انا سبته تحت الشباك بقى زي ما انتوا شايفين كده، ولحد ما برد خالص. وجهزت العلب اللي انا هشيلها فيها في قلب الفريزر. هروح اجيب بقى العلب ونيجي نشيله مع بعض ونشوفه هيحصل ايه دلوقتي. طبعا انا بنضف لو عليه حبات رز ولا اي حاجه بشيلها من بره. طبعا هو ما فيش حاجه فيهم فكت مني، بس يعني ساعات كده بيطلع منه كده، يعني ايه، تبقى كام حبايه رز متنطوره كده. لو كتير قوي يفضل يعني ان انت تشيليها قبل ما انت تعبيه في قلب العلبه، او قبل ان انت كمان تقليه لو هتقليه او تعمليه النهارده. تمام كده. انا بقى اشيلهم في قلب الفريزر، وهوريكم يوم ما عملت ايه.
تمام كده. انا بقى اروح اشيل بقى الكميه اللي معايا، غطيتها طبعا كل علبه ولها غطاها، فهشيلهم بقى في قلب الفريزر. يعني الفيديو كده خلاص اتسجل وكنت خلصت. جيت بعدها بيومين 3 رجعت عشان اشوف النتيجه عامله ازاي. طبعا انا طلعته قبليها بحوالي نص ساعه، وقليته في زيت عادي خالص، وعملت جنبه شويه لسان العصفور كده، وكمان كنت عندي بفتيك، تبلت البفتيك بتاعي وقليته. وده كان غدانا بعد يومين 3، بحيث ان انا اجرب الممبار بتاعي في الفريزر واقول لكم النتيجه هايله جدا يا جماعه، النتيجه هايله جدا. اهو هنا بقول لكم ان انا ده كان يوم تاني خالص، كنت قاليه فيها البفتيك، وكمان كنت بشوي لحمه للناس اللي مش بتحب البفتيك. وده كان يوم تاني خالص غير يوم البفتيك. اشوفكم في فيديو جديد، بس ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه.